من أهم الأشياء اللي عملها هانزي فليك لحد اللحظة ببرشلونة هو استعادة مستوى المهاجم البولندي ليفاندوسكي. صحيح انه لساتنا ببداية الموسم ولسه ما لعبنا الا مباريتين، بس واضح جدا انه المهاجم البولندي ناوي على موسم جبار. اول مباراة حسمها بثنائية رائعة، ثاني مباراة سجل هدف الانتصار، وكان ممكن يسجل هاتريك لولا التوفيق والحظ. يعني ليفاندوسكي الموسم الماضي أثر بشكل كتير كبير على موسم برشلونة بسبب مستواه السيء. استعادته بهذا الموسم، استعادة هذا المستوى الرائع، رح يعود بشيء إيجابي على برشلونة بشكل كتير كبير. ونفس الكلام بينطبق على عدة لاعبين أمثال رافينيا وبالدي اللي عم يقدموا مستويات عالية جدا، وبالأخص رافينيا بالأمس قدم مباراة عالية جدا على المستوى البدني، موجود بكل مكان بالملعب، دفاع، هجوم، على اليمين، على الشمال، وبالعمق. فعليا هذا اللاعب إذا بيستمر على هذا الأداء رح يكون قطعة أساسية بتشكيلة هانزي فليك. ولهيك أنا صراحة متحمس إني أشوف باقي اللاعبين المصابين أمثال أنسو فاتي وديونغ وغافي بعد الإصابة كيف رح يكون أداؤهم تحت قيادة هانزي فليك.